مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حلقة جديدة من برنامج كورة الدكتور. هنتكلم عن ماتش الأهلي وبيراميدز النهاردة. قمة الدوري المصري اللي خلص 2-2. في بداية الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب القناة. دعمك يهمني، أنا عايز أوصل 100 سبسكرايب. نبتدي بالتشكيل. الصراحة كولر قلب شوية في التشكيل بتاع الأهلي. آه ابتدى محمد شناوي في حراسة المرمى، رامي ربيعة وياسر إبراهيم. مصطفى عش الوافد الجديد في باك شمال. باك يمين محمد هاني. ثلاثة في نص الملعب، كريم نيدفيد وأكرم توفيق ومروان عطية. وقدامهم حسين شحات يمين، وكريم الدبيس لا، حسين شحات شمال وكريم الدبيس يمين. وإمام عاشور خلاه مهاجم. نيجي التشكيل بيراميدز، أحمد شناوي في حراسة المرمى. باك يمين أحمد توفيق، علي جبر وأحمد سامي قلوب دفاع. باك شمال محمد حمدي. ثلاثة في نص الملعب وليد الكارتي، وبلاتي توريه وأحمد قطة. وقدامهم مايجي. جناح شمال إبراهيم عادل، جناح يمين مصطفى فتحي. مش عارف ليه الشوي والتبادل، بس باين عليه لسه راجع من الإصابة. وعلى فكرة في ثلاثة من بيراميدز مش هيلعبوا ماتش الزمالك بالإضافة لمروان حمدي، لأن عليه عقوبة الإيقاف. الثلاثة اللي خدوا إنذارات اللي هم أحمد الشناوي وأحمد توفيق عشان اتطرد، وفي حد تالت مش عارف علي جبر ولا أحمد سامي. فدول مش هيلعبوا الماتش بتاع الزمالك الجاي. آه كولر أخطأ بالتشكيل ده. كان نفسي يبتدي بجراديشار. لسه مهاجم، وكان يعني مهاجم كويس ولسه يعني وبيلعب. آه وعادي حتى يعني لعيب جديد، جه الفرقة ويلعب على طول. ما شفنا امبارح عمر مرموش وخوسانوف لعبوا على طول في ماتش مع مانشستر سيتي. وكمان أصلا أنت جايبه في يناير، فلاعب جاهز وكويس وفايق. فكان نفسي يبتدي بيه ويخلي أكرم، يخلي امام عاشور في نص الملعب احسن. ادينا شفنا لما نزل في الشوط الثاني عمل ايه. وكان نفسي ممكن يبتدي برضه بكريم الدبيس باك شمال، ويبتدي بعش مكان ياسر ابراهيم. العش كان لسه لاعب قدام بيراميدز هو مع زد، وكان عامل ماتش حلو قوي على مايلي. فكان نفسي يبتدي جنب رامي ربيعه. يبقى التشكيل يعني كان نفسي فيه. وكان نفسي كمان اتكلم، نفسي كمان اكرم توفيق ما يلعبش. اكرم توفيق مش شايف قدامه، بيلعب بدون تركيز. حاسه كده خايف على نفسه. هو خلاص مش عايز يكمل او ماشي او كده. كان ممكن يعني يستفاد بيه، يخرجه زي ما الشمال القطري عايزه، او حتى يقعدوا على الدكه ينزلوه في الاوقات الصعبه بس. انما ما يلعبش اساسي يبتدي الماتش. التشكيل كان نفسي فيه محمد الشناوي، كريم الجبيس باك شمال، عيش وربيعه. وباك يمين محمد هاني. في نص الملعب مروان عطيه، ومعاه ممكن كريم نيدفيد. قدامهم الشحات، قدامهم إمام والشحات وجراديشار وعمر كمال عبد الواحد جناح شمال. كان لازم يبتدي بالتشكيلة دي. هنعرف نلعب أحسن، وكان المهاجم هيأثر معانا في الشوط الأول. الفرص اللي راحت مننا كان ممكن نقدر نجيبها جوان. آه الشوط الأول خلص 1-0 لبيراميدز عن طريق هجمة كويسة أوي تدرس الصراحة من التدرج من الخلف للباصة الطولي، اللي راح بيها محمد حمدي وعملها عرضية. لو كانش رامي ربيعة جابها في نفسه، كانت هتخش كده جون عشان كان مالي وراه. الشوط الأول خلص 1-0. ابتدينا الشوط الثاني، كان المفروض الأهلي بقى لسه نازل، وعملنا تغييرات. نزلنا جراتيشار بدل أكرم توفيق. عمر كمال عبد الواحد مكان مصطفى العش. ف ابتدينا المفروض ننزل بقى، عايزين نضغط وعايزين نسجل التعادل لبسنا الجون التاني من ضربة جزاء. وأنا الصراحة شايفها ضربة جزاء مستحقة. هو محمد هاني يكمل في رجل ابراهيم عادل. مش عارف ليه الشناوي ما راحش ناحيه الشمال تحت شماله هو او يمين احنا، مع ان مصطفى فتحي معروف بيسدد في الزاويه دي. عملها مرتين في عواد، وعواد صد ليها. فكان يعني كان يتم الناحيه دي، وانا قلت اصلا الشوطه في الزاويه دي كان يتم فيها، كان ممكن تكسب. آه، لبسنا الجون الثاني في اول الشوط الثاني، واتاخرت 2-0. آه، كانت صعبة جدا، بس الحمد لله الجون الأول جه على طول بعد الجون الثاني بتاع بيراميدز، من كورنر عملها محمد هاني مع حسين الشحات كويسة قوي، عرضها لرامي ربيعة جابها جون. بقت النتيجة 2-1. ابتدينا نهجى كده والفرق بقى جون واحد. صح، هو الطرد أصلا هينتهي الماتش. خلى كفة الأهلي أعلى شوية. والصراحة أنا شايفها ممكن تبقى طرد أو لأ. بس هو عمل ضرب كوع وضرب ممكن تتحسب بالطرد. لسه في حاجه زيها في ماتش ارسنال امبارح، بتاع لويس كيلي برضو اتطرد، وكان رايحين هجمه
وكانت عرقلة من الخلف عادية خالص، فيعني عادي كانت تحتمل كده وكده. بعد كده جه الجون التاني بهجمة كويسة من الأهلي، من إمام عمر كمال، واحد على رجع جراديشار، جابها جون. بقت نتيجة 2-2. الماتش ده يعتبر ب6 نقط. فالحمد لله يعني الماتش خلص كده، ولسه بيراميدز هتلاعب الزمالك. ممكن الزمالك توقع منها نقط، فاحنا المفروض نكسب الماتشات الجاية، ما ينفعش نوقع نقط تاني. المفروض الفرقة تدعم أكتر وأكتر. نكسب. وكولر لازم يغير من تفكيره شوية. آه كولر بيعمل حاجات غلط كتير. اي نعم السكواد قليل وما عندوش لعيبه، بس برضه ما يقعدش يألف. الماتش اللي فات برضه كان مغير لي 5 مراكز، النهارده مغير مركزين ثلاثه. كريم الجباس حلو، هو باك شمال كان المفروض يبتدي بيه، او حتى ابتدى بالعيش كان يطلع زي ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه بيعملوا كوارث الفتره اللي فاتت. فانت جبت قلب دفاع كويس تلعبه. بس كده في نهاية. سلام. باين على جراديشار ان هو مهاجم كويس، باين من لمساته وتحركاته. وتابع الكوره كويس، المفروض كان يبتدي بقى الماتشة الجايه. آه الحمد لله على التعادل. التعادل، احنا جايين من بعيد قوي. احنا ما عندناش اصلا 11 اساسيين، عندنا دكه. بيراميدز اقوى سكواد في الدوري المصري. شوف بيطلع مين وينزل مين، يطلع ابراهيم عادل، ينزل كريم حافظ. يطلع مصطفى فتحي، ينزل صديق اجوره. ده غير اوباما، ده غير عبد الرحمن مجدي، ده غير عنده في نص الملعب مهند لاشين. وكمان لسه الشيبي كان مقعده بره. فسكواد تقيل قوي. الطرد أثر معانا في نتيجة المباراة. كويس المكسب، إن شاء الله نظبط نعم فرق بأكتر من صفقات. المفروض بقى مصطفى عش يلعب الفترة الجاية، وبرجشار يلعب برضه. يلعب على طول يعني. تعادل مريح للأهلي، لأن كانش ينفع بيراميدز يفرق عنك ب3 نقط أو 4 نقط. كده فرق على منطقة نقطتين لبيراميدز. حسبش ضربة جزاء على طول بتاعة الأهلي. باين خالص أحمد سامي دخل في دماغ جراديشار، وجراديشار هو أصلا اللي لمس الكورة. والكرة قدامه وكان مصر إن هي ما تتحسبش. لولا فار رجعه محمود عاشور. ضربة جزاء صحيحة. إمام عاشور الصراحة أنا مش قادر ألومه قوي على ضربة الجزاء، شاطها الصراحة بطريقة كويسة بانينكا. هي جت في العارضة، والفوز بتاع رامي ربيعة ما كانش بالشكل المطلوب، بس هي برضه راجعة من عرض قوية وسريعة، فما عرفش يتحكم فيها. كان نفسي قفشة هو اللي يشوط أو جراديشار هو اللي يشوطها، لأن جراديشار لسه جاي جديد على 20، وما يعرفش الزاوية بتاعته، ما يعرفش هو بيشوطها ازاي. وجع مننا المكسب في الكورة دي. بس إجمالا لا، النتيجة مريحة والنتيجة كويسة عشان بيراميدز ما يفرقش عننا كتير. سلام.